الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل. روتين محتاسه، اقسم بالله محتاسه، وحياه المكرونه دي محتاسه لازم. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ جاي لنا ضيوف ومحتاسه اعمل ايه ولا ابدا من فين؟ بس طبعا جاي لك ضيوف، مش هتعملي اكل وربنا هتعملي اكل. فحطوا لايك الاول كده عشان انا سحلان. شوفوا اللي بيقول لك انا سحلان والله. حطوا له لايك، حطوا له لايك، هعيط. حطوا له لايك وحطوا كومنت حلو. ازيكم يا حبايبي؟ طبعا زي ما انتم شايفين كده هنعمل ايه. طبعا احنا كنا في السوق جايبين حبه حاجات كده عشان عندنا ظرف طارئ. فبعد ما خلصت كده والله ما خلصت حاجه وليه، بس شايفين الدنيا عامله ازاي اهو. وعندنا اوردر عاوز يتعمل ما عملناهوش لسه. يعني قولوا لي اعمل ايه؟ قولوا لي. انت تجيب لي بقى، المفروض انت تجيب إيه واحده تساعدني، لان كده اقسم بالله ما ينفع. هرفع لكم قضيه، هرفع عليكم قضيه. طبعا هنا هتعمل ايه؟ تعالوا يا ولاد الاول احنا هنعمل كشري. يوسف بقى ابن مصمم بقاله فتره ما عملناش كشري مصري، فبقول لي يا ماما اعملوا له كشري مصري، ومن الساعه 12 الظهر تكوني بادئه في الغدا عشان انا عليا ايه؟ انا عليا درس وهاجي اتغدى على طول. وكده امه هيجي يلاقيني لسه ما عملتش حاجه، اياك ما يكونش يرن عليا الوقت ده. تعالوا الاول هنعمل ايه. انا بجهز كده المكرونه. معايا مكرونه اسباجيتي، ومعايا مكرونه برضو اللي هي المقصوصه الصغيره دي. تمام بسم الله اهي. ومعايا هنا رز، ومعانا شويه شعريه، وكمان معايا هنا عدس بجبه. وهنعمل بقى الايه، هنعمل الكشري بتاعنا. بس في الاول خالص عندنا كده هنعمل حبه فسيخ يا ولاد. ضرب في دماغي اكل فسيخ معرفش ليه، واحنا عندنا الولاد بيحبوه، بالذات محمد ابني يقول لي يا ماما انا بحبه بس هاتيه لنا اعمليه انت عليه. فتعالوا نغسل السمك. تعالوا معايا كده بسرعه. معايا السمك بتاعنا اهو، او البوري بتاعنا اهو. طبعا هتلاقوا واحده كبيره هتلاقوا واحده صغيره. كان نفسي الاقي كله زي ده. الكبير اللي زي ده طبعا حبايب قلبي لما بتفسخيه بيبقى فيه لحم، اما الصغيره يعني على ما بتستوى. ما هو ضحك علينا عمك السيد في الاول، ما يجي عندنا يوم الذوق بتاعنا هالشكل انا وهو هيسمعني دلوقتي اهو. يا لهوي يوسف جه يا ولاد، وحياه ربنا جه. همسك السمك اغسله وهحطه بقى يتصفى من الميه وينشف خالص. على ما يتصفى من الميه وينشف خالص حبايب قلبي يكون احنا عملنا الغدا بتاعنا. همسكه بقى ازاي الخياشيم بتاعته كده اهو. امسكها انضفها فيها اي طينه فيها اي حاجه، لان الطين والكلام ده كله ما ينفعش تسيبيه اهو. وهقوم ماسكاه كده في مصفى عامله كده اهو، هنظبطه يعني. حاضر. الحمد لله بسي، الحمد لله بالسلامة. يسلمك. عملت ايه في المدرسة النهارده؟ الحمد لله. تمام؟ ما طبختش ليه؟ ما طبختش ليه؟ ما طبختش ليه؟ والله امك كانت هبطانة ومش انا جاي جعان قوي. جاي جعان قوي. جاي جعان قوي؟ طب انا هعمل لك كشري مصري اهو. بس انا عندي 3 دروس مش جاي دلوقتي. طب ما انا هروح الدرس عندي درس. طيب هو الكشري مش هياخد حاجة. انا عندي درس الساعة 3. ايوه الساعة 4 والساعة 5. طيب بقى انا خلصت الاكل في هدومك، بس لازم اغسل ده عشان اعمل فسيخ. لا اطبخ الاول. ما انا هطبخ الاول، بس هغسل السمك لما ينشف من الميه بتاعته وبعد كده اطبخ. ماشي حبايب قلبي. غسلت البوري وخليته زي الفل، وغسلت الخياشيم بتاعته وسيبته بقى يصفى من الميه خالص لما يبقى ما فيش ميه خالص فيه. تمام. تعالوا بقى نعمل الغدا بتاعنا ونعمل الكشري المصري بقى حبايب قلبي. انا حطيت هنا ميه للمكرونه، ميه وزيت وملح. وهنا حطيت كمان العدس بجبه، وحطيت غسلته وحطيت عليه ميه. احط عليه شويه ملح، احط عليه شويه من الكمون وهو بيتسلق. تمام اهو. تعالوا بقى ايه، على ما الميه تغلي والعدس يتسلق اكون انا عملت ايه الرز. انا معايا هنا نص كيس شعريه حطيته بشويه زيت. هنعمل حبه رز ايه بشعريه. واحنا واقفين زي الشاطرين كده هنعمل ايه، هنعمل برضو التسبيكه بتاعه الصلصه بتاعه الكشري. طبعا الصلصه بتاعه الكشري بتاعتنا انا بعملها بايه بقى، بعملها ببصل كده بتبقى خطيره 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 بجد اهي. بقول لك ايه، علي نارك
تصفي جارك. هنا خرجت البصله وحطيت عليها شويه زيت، وهنا كمان يا حبايب قلبي الشعريه بدات تتحمر معايا اهي. تمام. احنا المراه الخارقه بثلاث اربع شكوى، احنا بخمس ايدين. 1 2 3 4 5 شغالين. كان زمان الباجور كانت عين واحده. تمام، عشان ما تقولوش حاجه بس ايه بتستعصي علينا يعني. هنا بشوح البصله وهنا بحمر في الشعريه. تمام اهو. هنا بقت الشعريه اتحمرت اهي. ما تغمقيش الشعريه علشان الرز بتاعك ما يبقاش غامق. تمام يا قلبي. وهنزل بقى ايه بالشعريه. النهارده الظهريه هات الرز على الشعريه. كانت أبلة فضيلة وكانت بتيجي أغنية مع الأبلة فضيلة. النهارده الظهرية هات الرز على الشعرية. صح يا يوسف؟ صح. النهارده هأكلك كشري. ما كانش أيامنا زمان الكشري المصري ده مكتشفينه قريب. يلا. البصلة حبايبي احمرت أهي. هنزل بقى عليها إيه؟ بعصير الطماطم. حطينا صلصة. هنحط لها بقى ايه شطة بس اهو. بس اهو. عندنا شوية كمون. عندنا خل، لان انا هعمل الدقة وكله مع بعض، مش هعمل الدقة لوحدها وكمان الصلصة لوحدها عشان انا مستعجل. عشان يوسف باشا مستعجل. وهنا ملح وجعان. ماشي. اسفين احنا بنقول اسفين يا باشا. وفص توم. وهحط توم وهحط كزبره ناشفه. ميه المكرونه حبايب قلب غلت. هنزل بقى ايه بالمكرونه اهي. سباكيتي ومكرونه اللي هي العاديه. الرز بتاعنا يا حبايب قلبي بعد ما نشف من الميه فلفلته كده بالمعلقه وسبته يكمل السوا بتاعه. وكمان الصلصه بتاعتنا هي بدات برضو ايه خلصتي؟ تغلي. اهي لسه الصلصه هنزودها ميه بس ما تستوي. هنا عملت ايه بقى؟ جبت بصلتين قطعتهم ايه زي الشرايح كده زي ما انتم شايفين اهو. تمام يا حبايب قلبي اهو لحد ما تتحمر. ومعايا هنا ايه بقى؟ المكرونه بتاعتي اتسلقت وحطيت عليها شويه ملح وفلفل اسود وحطيت عليها شويه زيت عشان تبقى مفرفره معايا. احنا بقى عندنا ايه يا جماعه؟ عندنا العدس. العدس ده احيانا بتجيب عدس يستوى بسرعه. تعالى يا يوسف. واحيانا تجيب عدس يغيب في السوا. اهو بيغيب في السوا اهو. ده لسه ما استويش. اول مره يعني. تاكل من غير ما يستوي يا يوسف؟ ازاي ده؟ هنا كده زي ما انتم شايفين البصل اهو. هحمرها كمان شويه. هنا بقى حبايبي كده الغدا خلص. ادا كده الرز وادي الصلصه وادي المكرونه. وشوفوا البصل بيقرمش وزي الفل من غير ما احط له لا دقيق ولا نشا ولا حاجه. ودي العدس استوى اخيرا اهو. طبعا عايزين تعملوا حمص اعملوا. عايزه تعملي الدقه بتجيبي توم تشوحيه في حبه زيت وتحطي له كزبره ناشفه وتحطي له نص كوبايه خل على نص كوبايه ميه وعصير 3 ليمونات وتحط حبه شطه وملح وكمون والكلام ده كله بيبقى معاكي زي الفل. بس انا اختصرت الليله كلها وحطيته كلها في الصلصه لان كله هيتقلب على بعض. هنا هبدا اغرف بقى يتغدوا وبعد كده نعمل بقى ايه؟ نملح الفسيخ بتاعنا على ما الميه اللي فيه تنزل خالص. ادي كده هنحط الرز زي ما انت عايزه تحط الرز، عايزه تحط المكرونه اللي تحت، اي حاجه اهي. بالشكل ده كده. عندنا برضو ايه العدس. بسم الله. بس يا يوسف استنى بس على ماما كده. تمام اهو. معايا هنا بقى ايه الصلصه اهو. معايا هنا بقى البصل. شوفوا بيقرمش من غير لا دقيق ولا اي حاجه اهو. شايفين؟ ادي كده طبق الكشري بتاعنا. ايه رايكم؟
تسلم ايدك. اهو انا كده هدي ليوسف يتغدى، وبعد كده هسيب بقى حبايب قلبي الكشري للي عاوز ياكل يغرف وياكل، لان احنا لسه فاطرين متاخر، وانا عملت على السريع كده علشان يوسف يتغدى. هخلص بقى الدنيا دي كلها، وكمان الميه قاطعه. ما ادراكم ما الميه قاطعه، عشان ابو محمد كل مره يملى لنا الخزان الفجر ورايح يصلي الفجر. المره دي نسى، وانا كان عندي غسيل خلصت الخزانه الحمد لله في التصبيح. قولوا لي ايه النهارده يوم 24 ساعه، هو بقى كل يوم 23 والنهارده 24 ولا ايه، ولا كل ساعه؟ يلا يوسف هيتغدى. شوفوا المطبخ، هات المطبخ كده من بره. هاتوا. انا بتخنق من الحاجات الكتير اللي بتبقى في المطبخ دي، انا هعمل ايه؟ يلا يلا حبايب قلبي، هروق دنيتي وارجع لكم نعمل الفسيخ. يا حبايب قلبي هنعمل بقى الفسيخ بتاعنا. طبعا انا معايا هنا كيس ونص ملح، حطيت عليهم معلقه صغيره من الشطه، حطيت عليهم معلقه كبيره من الكركم، ومعايا شويه لورا. والاختراع الجديد بقى اللي انا هحطه، بنبقى نحط شرايح ليمون. النهارده هحط لكم شرايح يوستفندي اللي هو اسمه الكلامنتين ده. كلامنتين ده هحطه، بيشد الريحه برده وجميل وزي الفل. تمام. همسك بقى يا حبايب قلبي، هخلي بس اللورا دي هنا في جنب كده اهو. اهو كل اليوم جري في جري، بنجري والدنيا بتجري ورانا، بس سنة الحياة وشغل بيتنا هنعمل ايه بقى؟ يا الله. هنا انا نفسي اصلا في الفسيخ ده من زمان، كل ما اشوفه ويوسف قاعد معايا كده يجي يعدي فيديو قدامنا كده في فسيخ يقول لي ايه يا ماما. يا ناري بقى، هو ورق العنب يا ولاد، يا لهوي. حطينا مع الفسيخ بقى ورق العنب وانسوني. هنا كده قلبت بقى ايه، الكركم قليل على فكرة صح؟ قليل، نجيب شوية كمان. حط شوية. حطيت معلقه كركم كمان. طبعا انا برضو بلاقي ناس بتملحوا بملح البحر اللي هو الخشن اللي انا بطبخ بيه ده، عادي عايزه تعملي بيه حلو جدا برضو زي الفل. تمام. بس علشان الملح الخشن ده مش بيدوب بسرعه، فهيغيب معاكي الفسيخ ان هو يستوي معاكي بسرعه، ياخد وقت شويه يعني. فانا بعمله بالملح الناعم. ليه بقى؟ بيدوب بقى فيه كده، والسمكه بتمتص الملح وبتبقى زي الفل. بنحط له شطه، ما تخافوش خالص ما بتاثرش فيه. الكركم كماده حافظه له وبيبقى زي العسل، واللورا كمان كماده حافظه له. احنا هنجيب بقى الفسيخ بتاعنا كده اهو. وعلى فكره والله العظيم انا بشوف الفسخانيه بيفسخوا الفسيخ ده، لا بينشفوه من الميه ولا بيعملوا فيه اي حاجه. انا شفت كتير بيجيبوه من البحر، يحطوا الملح الخشن في قلب الخياشيم ويحطوا في البراميل اللي هي الخشب وبقفلوا عليها وزي الفل وسيبوها على الله وبتبقى زي العسل. انا معايا هنا هجيب الملح وامسك بقى السمك بتاعي كده، املى الخياشيم بتاعته كلها ايه ملح اهو. اهو. وبرده هرش امسكه كده من اهو. هو لو ما نشفش من الميه يا جماعه معلش مش هيجرى له حاجه، وهوريه لكم برده بعد ما يستوى هيبقى زي الفل. بس لازم يكون متقفل عليه كويس، وكمان يكون يا حبايب قلبي يعني محطوط في حته ضلمه، كل شويه تقلبي فيه، يعني يوم ويوم تقلبي فيه. يعني النهارده تقلبيه، عملتها اهو وحطيتيه على جنبه مثلا جنبه معين، تاني يوم تقلبيه على الجنب التاني، علشان كل الميه اللي هتنزل منه دي اللي هتملح معانا السمك. البوري بقى الفسيخ، انه الفسيخ سبحان الله. احنا كنا رايحين السوق نجيب حاجه، جبنا حاجه تانية، بس العقل في التفكير والرب في التدبير، واللي بيرمي محموله على ربنا ربنا بيسرها له ان شاء الله. قولوا يا رب كده. اهو تمام كده اهو. هو اصلا واحنا كنا بنجيبه كان بتاع السمك بيتك على بطنه كان فيه بطاريخ. هل بقى كله فيه بطاريخ؟ الله اعلم، الله اعلم. يا رب. بعد يا حبايب قلبي ما مليت الخياشيم بتاعه السمك كلها ملح وزي ما انتم شايفين اهو. هجيب كيسين في الاول اللي هما مش صلب، هجيب كيسين وضافي الاول اهو. تمام. هبدا بقى يا حبايب قلبي احط السمك بتاعي اهو.
ملح كده، اعملها بالعكس. تمام كده. وديت اهي. احط برضو اللورة، احط شرايح من السفندي اهو، او الليمون براحتكم خالص اهو. شوفوا اصلا شكلها في قلب الكيس عامله ازاي، شوفوا الشكل بتاعها عسل. ده انا مستنيه يستوي، مستنيه هقعد جنبه طول النهار اهو كده. ملح اهو. هحط بقيه ايه السفندي، ممكن تحط شرايح ليمون مفيش فيها مشكله خالص. هبدا بقى ايه امسك الكيس بتاعنا ده اربطه كويس جدا اهو كده. معايا كيس كمان نضيف اهو، احط السمك فيه. حاجة بسيطة بس هعملها، لو الكيس بس فيه هوا، ثواني بس كده. حاسة ان الكيس فيه هوا، هجيب دبوس كده اهو، اطلع اي هوا ايه في قلب الكيس. اشوفه اهو. معايا بقى بقيه الاكياس. عندي اكياس سمرة بقى، هحط كاس زي ما انتوا عايزين، هلف كله بالاكياس السودا ده هو وارجع لكم تاني. بقى حبايب قلبي هجيب كمان ورق فويل كده اهو، همسكه كمان احكم عليه كويس قوي. هقعد الف عليها كام ورقه كده، وكمان هجيب كيس اقفل عليه كمان. خلاص حبايب قلبي، بعد ما لفت ولا لفته ولا كلمه، هنحط بقى الطبق زي ده اهو، وهنحطه في مكان ضلمه، في ضلفه الدولاب، في ضلفه المطبخ، او في اي مكان تحطيه، بس المهم يكون ضلمه. تمام. النهارده احنا حاطينه اهوت، بكره نقلبه، يعني هو محطوط كده، بكره نقوم مقلبينه كده. تمام. بعد بكره نقوم مقلبينه على جنبه كده، بعده كده على جنبه كده، 15 يوم ان شاء الله، وهنفتح عليه يا حبايبي. ده كان الفيديو بتاعي النهارده حبايبي، يا رب يعجبكم ونرضاكم. فيديو جري في جري كده على السريع، بس هنعمل ايه، دي روتيناتنا وده حياتنا. تلاقي الام بقى وست البيت بتجري عايزه تخلص كل حاجه مره واحده، بس ربنا يعينكم كلكم ويعيننا ان شاء الله، وربنا يرزقنا ويرزقكم ورزقكم برزق اولادكم يا رب. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير كتير. السلام عليكم.